انفخ نفسك. ايوه انفخ صدرك. شد صدرك. حقيقي لا يا جماعه ده تلج. لا ما تعملش كده تاني. بص حاجه حمرا ازاي يا فوله يا ابن اللعيبه. بيقولوا حمام التلج ده ليه فوائد كتير جدا على الصحه والبشره. انا مش عايز اي فايده منهم ولا عايز اعرفهم، بس اللي عايز اعرفه لكم ده الفلوج بتاع رحلتنا لمصر. هنا انا كنت في المطار ورحت على الطياره، وطبعا وصلت مصر بالسلامه وخصوصا في مطار اسكندريه. وطبعا اول حاجه عملتها هو اني اكلت سندوتش الفلافل. وايوه هو اسمه فلافل وماليش دعوه، تقولوا عليه طعميه تقولوا عليه بتنجان، هو اسمه فلافل. عندنا في اسكندريه فلافل وفي كل حته في العالم اسمها فلافل. وتاني يوم اختي وصلت. معلش يا جماعه بنجهز نفسنا للفرح. وصلوا مصر علشان يحضروا فرح اخت اسلام. الف مبروك يا عوشو اللي هو جوز اختي يعني. هما ما جوش معايا في نفس الرحله، هما جم الرحله اللي بعديها اللي هي كانت تاني يوم. المهم يعني صحينا ووصلنا سمية وإليني عند النادي اليوناني علشان إلى تقابل صوفيا اللي هي بنت أخويا ويقعدوا يلعبوا مع بعض، عشان كان بقالهم أكيد كتير ما شافوش بعض. ايوه انت بتفطر ايه؟ ايت ويل. يعني كل كويس، اكل صحي. ايه ده يعني فطارك ايه؟ فايدة شيش طاووق. حد يفطر شيش طاووق؟ انا كده بفطر خفيف النهارده. ايت ويل، اكل صحي. ومكتفينه كويس بس اهو. ده عيش اسمر بني صحي. جلوتين فري. جلوتين فري. حبه كامله. ايت ويل. ايت ويل. احنا بصراحه بقى سيبنا سمية وإليني وصوفيا في النادي ورحنا قعدنا على القهوه لغايه ما طاطا يفطر. وبعد كده طاطا راح علشان يخطف إليني من النادي ده، اكيد مش رايح علشان يشوفها علشان برضه طاطا بقى له كتير ما شافش إليني. Where's Tata ever? تعالي معايا يا بت. لا طبعا. اخطف امك. رايحين ناكل فطير واسمه ايه اوش المطعم؟ فليكي. فلاكي. لا انا عرفت مؤخرا فليكي بس مش عارف بقى الصح يا فليكي بنتي. ولا فليكي. هنشوف يا فليكي يا فليكي. اوكي ليتس سي. واسكندريه احسن ناس على البحر ماشيه في. جماعه دلوقتي إليني احنا رايحين نفطر. دلوقتي إليني عايزه لما ترجع اليونان تجيب لاصحابها، تجيب لهم ايه؟ تعالي قولي لهم. لا نجيب حاجة. طب ممكن تيجي تقولي لهم؟ نجيب صغننين كده. هي عايزه تجيب لهم موميات صغيرين اللي هي اللي بتتباع في المنشيه. Souvenirs يعني. اه عايزه تجيبي كام واحده عشان كل اصحابها في الفصل. بس اشتريت 10. يعني ايه تكاتسرة؟ 14 يا نونو. 14 يا نونو. 14 موميا؟ ده كتير جدا. لكل صحابي. ماشي. نجيب لهم 14 موميا فرعونيه من المنشيه ان شاء الله. 14 لا. ماشي. طب هم عرفوا منين الموميا دي؟ شافوها فين؟ من كيريا ماري. انت كنت جايبه هي كانت جايبه للكريم. غاروا. هي كانت جايبه للمدرسه بتاعتها هديه موميا كده من مصر صغيره. فاديتها لها هديه، فهم لما شافوها غاروا، فعشان كده هي عايزه تجيب لهم. اوكي. ما نجيب لهمش مانجا نونو؟ بابا. على فكره المانجا تحفه، هيتبسطوا بيها اكتر من الموميا. انا اصحابي عايزين مانجا. المهم وصلنا المكان ده، المحل بتاع الفطير هو موجود في شارع الإقبال. عامة اسكندرية أنا بحب كل الفطير اللي موجود فيها، يعني بحب تيباس وجربت قبل كده القلاع، وفي واحد في بحري بحبه جدا بس أنا نسيت اسمه دلوقتي. بس احنا قبل كده جربنا المكان ده اللي هو فلاكي أو فليكي، مش عارفين برضو الاسم صح، فيا ريت لو حد يعرف الاسم صح يبقى يقول لنا النطق بتاعها ايه. والمحل ده زي ما قلت لكم موجود في شارع الإقبال وفي عنده فوق قعدات. فاحنا الاول طلعنا علشان نفطر فطير. احنا يا جماعه معلش والله الاكل في مصر وحشنا، فاحنا جايين ناكل بس. الرانش تشيكن برضه دي بتبقى حلوه. كان في فطيره كده شير بوكس حلوه كده. الميكس. ممكن بقى نحط فيها كذا طعم. انا عجباني الفكره دي. اللي هي فين بقى؟ هنا. شير بوكس ميكس اهي. 4 انواع فطير. وبرضو عشان لو حد هيسأل على افريج الاسعار ايه، ده اهو المنيو قدامكم بالاسعار بتاعتهم. انا هاخد دي. انا هاكل دي. طب وإليني؟ الحلو بقى هناخد ايه؟ لا استنى لما نخلص الغدا وبعدين.
نخلص ايه عشان يبقى ورا بعض كده نلحق، لو ريحنا مش هنعرف ناكل. جود بوينت جود بوينت. ماشي. طيب انا بفكر اخد بغاشه. بغاشة فين بغاشة؟ هي فطيره بغاشه سكر وجوز هند بدون لبن. انا هاخد سكر، اللي هي بيبقى سكر ولبن مع سكر كريم كاستر ده. فطيرة سكر كاستر كريم. المهم يعني عملنا الاوردر بتاعنا وقاعدين مستنيين الفطير، والفكره ان يعني لاني عشان ما نامتش كويس لان كان طيارتها برضو بالليل متاخر، فجعانه وعايزه تنام. والحمد لله الاكل وصل بعد، يعني هو بصراحه اتاخر شويه بس مش مشكله. دي ايه بقى؟ الستيك. الستيك. فاكر ان شويه كده. اوه تسلم ايدك. من هنا والشفا. اول مره تشرفونا؟ لا مش اول مره، دي تاني مره او تالت مره نيجي فيها المكان ده. الفطير بقى اللي احنا جبناها متقسمه ل4، يعني فيها 4 اصناف، كل ربع يعني بصنف. وبصراحه ادي المكان ده في الفطير الحادق عامه اديله 10 من 10 علشان فعلا المكان حلو. تسلم ايدك. دي البغاشه صح؟ هي بتبقى كريسبي شويه. ايوه انا عايزاها كده. ايه يا عوشه؟ ايه ده؟ ايه ده؟ قوي 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 قوي. فيا ريت برضو اللي راح المكان ده يقول لنا رايه وتجربته معاه. وجماعه والله العظيم ابدا ما اعلن، علشان انا دلوقتي كل ما بروح مكان بتقعدوا تقولوا لي اعلان ومش اعلان، بجد مش اعلان يعني. اوكي نهدى كده ونتفرج نكمل فرجه، عشان اصلا ولا صاحب المكان ولا اي حد اصلا شغال في المكان اصلا يعرفني، فما تقلقوش من الحته دي. بس برضو يبقى قولوا لنا تجربتكم مع المكان. واخدنا طبعا معانا حاجات تيك اواي. لا وانتوا فاكرين كده اليوم خلص ولا لا؟ لا ده احنا كنا بنفطر فطير بالظبط كده زي ما انتوا سمعتوا. ودلوقتي رايحين بقى ايه، نتمشى شويه كده بالعربيه على البحر ونروح نشتري احلى مانجا. احنا جايين عايزين ناكل وبس، خلينا متفقين على ده. رحنا مكان بتاع الفاكهه اسمه حاجه حسنين، اللي هو موجود في ناحيه الازاريطه. وبصراحه الفاكهه عنده نضيفه جدا يعني ككواليتي الحاجه، ودايما بيبقى طعمها كويس. وناس كتير قوي قالوا لنا ان هو اسعاره اغلى من العادي، بس يعني مش فاضيين بقى نقعد نلف. عايز مانجا؟ عايز مانجا. عايز ايه، عويس ولا خاص؟ انهي اللي طعمه احلى؟ الاثنين. تاخد واحده وواحده؟ يبقى هات الاثنين. خد واحده صغننه فاس. لا 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 هات لي الاكبر، الصغيره دي ما بحبهاش، بتخلص بسرعه. لا طعمه يعني. خد دي واحده اهي عويس. بس دي لونها اخضر مش اصفر. تحفه. تعال خد. ماشي لما نشوف. بصي هي ريحته. دقتها هي تحفة. ريحته مانجا. صحيح؟ عشان هو مانجا. اجلوا لي تيكت الرجوع اسبوعين. اجلوا لي تيكت الرجوع اسبوعين. انت بتعرف تعمل ايه يا مين؟ بعرف اعمل الاثنين. لا خلصنا شويه وريحنا، قلنا بقى ايه، نروح نتعشى بقى. كباب اوزي. المكان ده بقى يعتبر تقريبا دي رابع او خامس مره اروحه، لان هو فعلا الكباب عنده حلو قوي. يعني هو اسمه كباب اوزي، وبصراحه الكباب ذات نفسه طعمه حلو، استقبالهم لطيف والمطعم لطيف يعني. ولا هو استقبالهم كان كويس جدا بصراحه، مش لطيف بس، والسيرفيس حلوه وانا بحب اكلهم. عندهم شوربه بتاعت الحمام دي، يا ريت تجربوها يا جماعه، طعمها حلو قوي. يلا بينا. اوبا. انا عاجبني قوي قوي الباك جراوند. شكرا حلو قوي قوي، تسلم ايديكم. وطبعا بقى الممبار مع الملوخيه مع كل الاكل المصري الجميل ده، وانا بحب المكان ده بصراحه. وسمية كانت طالبه حمام وجبنا بقى الكفته وورق، مش ورق عنب ده اسمه ايه، كرومب ولحمه. جبنا حاجات كتير، ما رضيناش نتقل قوي في الاكل عشان كنا فاطرين فطير يعني. المهم تاني يوم بقى صحينا بدري جدا ورحنا الفندق، رحنا هيلتون كينج رانش علشان نلبس ونجهز هناك علشان نروح الفرح. وزي ما انتم شايفين انا بقى ايه،
سيبنا سمية وإليني بقى يلبسوا فساتينهم ويعملوا ميك اب والحاجات دي، واحنا رحنا السبا نتدلع. كنا فاكرين نفسنا احنا العريس. وبصراحة السبا هناك حلو قوي، المياه كانت سخنة والبول يعني في جاكوزي، في حاجات كتيرة قوي في السبا هناك. دخول السبا لو حد مش حاجز أوضة يعني غرفة في الفندق بتكلف 600، ولو حاجز غرفة الفرد بيبقى ب100. يعني فاهمين قصدي؟ يعني الفرد ب600 والفرد ب100. وهنا بعمل بقى مساج بالمية. عارف يا فولا؟ يلا بينا. انزل بقى صح؟ عد 1 2 3. والله العظيم جامد، انا مش عارف انزل كده. انزل. لا فك كتفك، لازم راسك هي اللي بتبقى باينه بقى. ايوه بص انت يا ابن اللعيبه والله جامد، انا مش عارف انزل كده. خد بقى، بص براسك. براسي ايه؟ ما ينفعش براسي ده والله هتتجنن. ساعة الهبل ده. ايه؟ انا سعان. انا كده بقيت شبه الروسيين. ايوه خلاص كده مش تعبتني طب خلاص. يا شرف تقعد قد ايه؟ 5 دقايق. طب انا صوابعي ربع خلاص ساعة. كده مش حاسس بيه. لا لسه ايه؟ صوابعي خلاص. كده جوه كده كده. ايوه هو المفروض زي ما تاتا عمل، وريله. ايوه كده. يا لهوي نسأل ده النضاره شبرت من السعوديه. بجد؟ ايوه بتهزر. لا انا اوريك. ايوه هو ده الكلام. كده ساعة بقى. ما تضربهاش، هي هتفك لوحدها. عايزك تاكلها. ايوه اتصلت. يا جماعه في ايه يا جماعه؟ احساسك ايه بقى؟ انا كده اتبنكت. لسه يا ابني لسه لما تسيح بقى هتخليك خالص. اكتر من كده، هي اصلا متلجه. هو اصلا هيجيب تاني. هجيب تاني اكتر من كده. ايوه هو ده التلج بقى، حمام التلج فعلا. هو ده حمام التلج. طب رجلي يا متخلف. شفايفي زرقت. لا لسه يا ابني بلاش الطبيعي، البني الطبيعي بيستحمل 7 دقايق ل 10 دقايق. 17 دقايق مين؟ انا هطلع دلوقتي. ده الانسان الروسي. حرام يطلع. يا ابني لسه الحمام استحملها. لسه ايه ده عاد ده بيجيب تاني. هو ده الروسي بتاعنا. ده شقاوة قديمة. واحده بس. لا هو لازم كده صح؟ كتير كده. ده اسمه حمام تلج. زود تاني ايه؟ انا هقعد فين؟ ما انت نازل التلجايه واقعد فوقيها. اعملها كرسي يعني؟ ابوس ايدك كفايه. في تلج تاني؟ لا لا كفايه. كفايه. ماشي يا استاذ. شكرا. كفايه كتر خيرك. انا هطلع ازاي من التلج؟ لسه لا عشان تفضل عايش هي هنا. مش هي الفكره، هي الفكره ان هي زحمه. ايوه ساعة اهو. يعني انا مش ايوه الهبل ده. الهبل ده. انا اتجمدت. خلينا قوي الصراحة. انا اتجمدت. طب انت بتصور هتنزل ولا مش هتنزل؟ والله ينزل. لا والله ما والله هنزل. كلنا ننزل. كلنا. والله ما هنزل. والله العظيم ما هنزل. هتنزل. مع نفسك. انا عملت قد ايه كده؟ الفيديو دقيقة ودقيقة ونص غير دقيقة. كل ده دقيقة؟ هتزعل اختي تاني؟ كل ده دقيقة يا تعالى جماعة؟ سمية خدي حقك. انا حاسس ان انا هنا من ربع ساعة. هتزعل امي تاني؟ ماما بتعمل اكل حلو ولا لا؟ صح. بس انا كده خلاص يا جماعة. انا كده تمام. انا كده حاسس ان انا اتعودت عليه. لما دي تفك. حماتك بتعمل اكل حلو ولا لا؟ انا حلو. ولا نزود تلج. حلو ولا نزود؟ ايه ده جامد قوي. توتال بتاع متلجة. ايوه. تاني هيعيط. لسه ما عملناش مفعول على كده. مفعول؟ ايوه. بتاع سحر. استني يعني انت بتتراش. اول ما يصيح حاجه يعمل مفعول كده. هي فكت من بعض. ايوه. هو هتلاقي عدى زي 4 دقايق كده والله. لسه بقالك 3 دقايق كمان. 3 دقايق كمان؟ ايوه. صورت روح. هو بيعمل ايه ده؟ الحي بص بيطلع يا جماعه دخان ثلج. ايوه. انا اللي بطلع دخان صح؟
بتحرق كالوريز كده بالهبل كده. اه بيقول لك عن طريق مش عارف بقى عشان جسمك بيعادل. بص انا مش قادر اتكلم. انفخ نفسك، ايوه انفخ صدرك. شد صدرك. انا جاي لك يا ماما. ابنك بطل هينزل. مش تاني ها. حقيقي لا يا جماعه ده تلج. لا ما تعملش كده تاني. كل ما تتحرك الميه تتوغل تاني. تتوغل هي متوغله. يس والله جامد. انا خلاص كده خلاص كده. يلا عوشه يلا عوشه بسرعه. هقف ازاي؟ انت هنعيش هنا مع التلج. جامد. خد بقى غطس قبل ما تطلع، غطس قبل ما تطلع. ما ينفعش دلوقتي. يلا يا تاتا بس خليك باصص لي. يلا يا تاتا. حط رجلك الاول اليمين. انا هنزل مرات. هتتشقلب بس رجلي يا طب رجلي مش هينفع لو زاد رجلي دي مش هنزل. بس بنزل كده كل يلا انزل. واحد اثنين ايوه لا هبل هعدي لك لحد 5. يلا. 3 2 3. ثلج موت. خد نفس. والحرام انت اللي هموت. بس اهدى بص بس اهدى نخش على راسه جوه كده حلو. عشان يفوق. يلا يا تاتا فاضل لسه 5 دقايق. والله لازم استحمل. معلش انزل كتفك نازل كتفك عشان ايه الاصابات. بص هي حمرا ازاي. خلاص انا مش مستحمل اصلا. خلاص خلاص ريلاكس. خلاص ريلاكس. طب نسقف بقى اسلام هو اللي كسب. اسلام برافو. مش عادي خالص. يوه دي ساعه الوقت اللي انزل الباسكت. انزلوا في السخنه بسرعه في السخنه انزلوا في السخنه. يا فولا يا ابن اللعيبه. نزلت في التلج ده ازاي كده؟ ولحد بقى ما خلصنا في السبا كانت سمية برضو خلصت الميك اب وبدأت تعمل شعرها. بنرقص وبنلف. وهنا كنت بدرب إليني وإسلام على الرقصة. دي العروسه دي ايه يا جماعه؟ هي العروسه اتلخبطت وجت عندنا ولا ايه؟ انا مش فاهم بجد. انا افتكرت ده الفستان بتاع جهاد اصلا. وبجد يا جماعة إليني كانت مبسوطة جدا بالفستان لأن هي بتحب دايما الحاجة الأوفر، وهي كانت مقتنعة إن هي كده أوفر ومبسوطة عادي. عروسة قمر عقبال إن شاء الله لما أصور لكم فلوج فرحها. يلا لفه بالوت بقى. واو 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 واو. قمر. عوشوا العريس. سمية أخدوا إليني وإسلام وراحوا هم على الفرح سبقونا، وبعديها أنا وطاطا. وبصراحة أنا اتأخرنا شوية بس رحنا لهم أنا وطاطا. وده كان فستان سمية، كان شكلها حلو قوي. وده طاطي القمر بتاعنا. المهم يعني كان الفرح حلو قوي. أنا مش عارف أحط لكم لقطات من الفرح علشان الأغاني والكوبي رايتس فهيشيلوا لي الفيديو. وبصراحة التورتة كانت عجباني جدا جدا جدا. فكرة الورد ألوان الورد عجباني. وده كان الفستان التاني لإليني علشان إليني كانت لابسه واحد فستان منفوش كده في الاول الدخله علشان تعرف بقى بعد كده ترقص براحتها، فلبست بقى الكوتشي والفستان الجميل ده. وبوسي جت الفرح وده اسلام برضو، بس هو غير بقى البدله، لبس البدله اللبني اللي هو كان جايبها من الاول. خلصنا الفرح بقى ورجعنا على الاوتيل علشان تاني يوم كان عندنا نطلع الساحل. فكده الفلوج بتاع النهارده يكون خلص، يا رب يكون عجبكم.